شركات الاتصالات أعلنت عن شرايح الإي سيم اللي هتنتشر في مصر، وبالذات شركة اتصالات مصر أعلنت إن هي هتكون موجودة شرايح الإي سيم دي من يوم الحد النهاردة 1/12/2024 هتكون موجودة في كل الفروع وسعرها 270 جنيه. تعالى بقى أقول لك إيه شرايح الإي سيم دي أصلا وأفهمك دي عبارة عن إيه. دي اصلا شريحة رقمية هتتثبت في الموبايل، وبما انها شريحة رقمية هي مش حاجة هتمسكها في ايدك، مش شريحة هتمسكها في ايدك، فبالتالي لا بتضيع ولا بتتسرق. ليها بقى مميزات بصراحة حلوة جدا. ايه هي المميزات بتاعتها؟ ان انت ممكن تبدل بين كل شركات الاتصالات من غير ما تحتاج ان انت تغير رقمك ولا حاجة. هو يا دوبك هتمسح الكيو ار كود بتاع الشركة بتاعت الاتصالات اللي انت عايز تستخدمها وخلاص كده يبقى انت غيرت الخط بتاعك. كمان لو انت عايز تسافر برضو مش هتغير خطك، شوف شركة الاتصالات اللي انت عايز تستخدمها تمسح الكيو ار كود بتاعها، خلاص انت كده تمام. الاي سيم دي بتشتغل على الايفون وبتشتغل على الابل واتش وبعض موبايلات الاندرويد. كل اللي هتعمله انك هتروح شركة الاتصالات وتديلهم رقم موبايلك وتديهم بطاقتك وهم هيثبتوا الاي سيم على موبايلك. عايزكم تشيروا الفيديو ده لأكبر كم من الناس، الموضوع ده حلو جدا ليه مميزات كتير، فعايز الناس كلها تبقى فاهمة ايه شرايح الاي سيم.